السلام عليكم، كي داير اخوان؟ صافا كلشي مزيان؟ معكم اخوكم مراد، محاسب وخبير في اداره الاعمال مدينه الدار البيضاء. الحلقه ديال اليوم هي: انا عندي شركه، اشنو هما الضرائب اللي مفروضين عليا؟ على بركه الله. بالنسبه للضرائب عندنا اربعه ديال الضرائب. يعني اربعه. بالنسبه كنسمع بانه عندنا ضريبه واحده معفيين منها 50. لا لا، حيد عليك اخويا داكشي كامل اللي كنتي كتسمع انت، واعطيني راسك مزيان وحاول تفهمني مزيان. انت بالنسبه للضرائب عندنا اربعه. عندنا جوج الا خدمنا كنخلصوهم، الا ما خدمناش ما كنخلصوهم. وعندنا جوجات اخرينات واخا الشركه ما كنديروا بها والو، ما كنخدموا بها، ما كنفتحوا لها كونت في البنكه، ما كنديروا بها حتى شي حاجه. يعني المهم انت عقل على هذا، يعني ما كنديروا بها حتى شي حاجه باش ما تعاود تسول تقول انا راه عندي شركه ما درت بها والو يعني انا ما نخلص والو. لا، عندك واخا الشركه ما دير بها والو، يعني انت صايبتيها مع خديتي الدوسي من عند المحاسب، حطيتي الدوسي في الدار، سديتي عليه، ما درتي به حتى حاجه، راك ما معفيش من هاد جوج ضرائب هادو اللي غادي نقول لك دابا. على بالك لا، عندنا جوج ضرائب الاولين قلنا الا خدمنا كنخلصهم، ما خدمناش ما كنخلصهمش. اشنو هما؟ عندنا تيفيا، ضريبه على القيمه المضافه. هاد التيفيا دي نورمالمون مفروضه على الكونسوماتور، ماشي مفروضه عليك انت، ولكن انت بحكم شركه الدوله ما غاديش تبع مثلا لي كليون فينال وتمشي توقف حدا المرجان ولا توقف حدا كارفور ولا واللي خارج هاز فيديو تاع الزيت ولا هاز شي تلفازه ولا تقول لي ارى لي انت بشحال خديتها التلفازه، خديتها ب 10000 درهم، ارى لي 20% ديال هاد 10000 درهم. يعني ما يمكنش. ولكن بالنسبه للدوله يعني كتمثل في المصلحه ديال الضرائب، كاع عطات لاكسي لهذوك الشركات، ياك باش هما يتخلصوا لي فخي ديالهم. يعني مثلا يتخلصوا لي فخي مثلا ديال هذيك التلفازه، ياك ويزيدوا ال 20% ديال التيفيا، ويشدوا هما ديك ال 20%. وفاش كيبغيو يحطوا الديكلاراسيون ديال التيفيا كيخلصوا يحطوا الديكلاراسيون داكشي كامل اللي هما باعوا في هذيك 3 شهور او في هذاك الشهر، على حساب انت واش عندك الديكلاراسيون مونسيول او لا تريمستريال. وبين قوسين بالنسبه للشركات اللي هما، كاين شركات اللي هما قل من 1 مليون ديال الدرهم كيكونوا كيحطوا الديكلاراسيون تريمستريال. وكاينين شركات اللي هما يعني لا ديباسيوها وعاد باش كيولي يحطوها مانسيول. وكاين عاوتاني شركات اللي خاصهم 2 مليون ديال الدرهم، يعني 2 مليون ديال الدرهم، عاد باش كيقدروا يحطوها مونسيول، يعني زعما كل شهر. مزيان. يعني بالنسبه لك انت فاش كتحط ديكلاراسيون سوا مونسيول سوا تريمستريال، فاش كتحط ديكلاراسيون كتخرج الفلوس ديال التيفيا كتخلصهم للدوله صافي. يعني الا خرجتي شي فاكتوره ولا دخلوا لك الفلوس، يعني قلنا يعني الا دخلوك شي فلوس للشركه او لا خرجتي شي فاكتوره، يعني كاين بعض الناس راه ما كيخرجوش لي فاكتور ولكن حتى هما خاصهم يخلصوا التيفيا. ولكن علاش؟ لان دخلوا لهم فلوس للكونت ديال الشركه او دخلوا لك الكونت ديال الشركه ديالك. هذوك الفلوس اللي كيدخلوا، الناس اللي كيدخلوا لك الفلوس للكونت ديال الشركه، علاش كيدخلوهم لك؟ ضروري بعتي شي برودوي، بعتي سلعه، بعتي سيرفيس، المهم راه بعتي شي حاجه، يعني خاصك تخلص التيفيا. الا ما بغيتش تخلص التيفيا حاول بنادم ما يبقاش يدخل لك الفلوس للكونت ديال الشركه، عاود يحطهم لك غير اس بيس هكا وصافي. وبالتالي واخا تكون خدام ما غاديش تخلص، ياك قلنا هذيك التيفيا. بالنسبه لضريبه اخرى هي الياس. بالنسبه لهذه الضريبه ديال الياس هذه، هي من نهار كندير شركه ما كنكونش معفي منها بمره. يعني من نهار كندير شركه راني ما معفيش. بالنسبه للياس امتى كيتخلص حتى يعني هذا العام مثلا 2023 ما كنخلصها حتى تاع الديبي ديال 2024، يعني حتى نبغى نحطوا الديكلاراسيون ديال البيلون وكنحطوا معنا الديكلاراسيون ديال الياس. بالنسبه للياس الا كان عندي بينيفيس راه كنخلص الياس. بالنسبه للياس في القديم راه كان كيتحسب على المونطون شحال ديال البينيفيس. بالنسبه للقانون الجديد اللي جا ولا الياس ولا بحال البليبار، يعني الغالبيه ديال الشركات ولاو كيخلصوا 20%. كان نورمالمون قل من 30 مليون كتخلص غير 10%، دابا ولات واخا تكون قل من 30 مليون ولاتي كتخلص 20%. هذا هو القانون الجديد. بالنسبه قلنا الياس ما كتخلصوا حتى العام الموالي، يعني ديال هذا العام 23 حتى 2024. وكاين ولكن الا ما كانش عندك بينيفيس راه ما كتخلص والو، يعني ما كتخلص حتى شي حاجه. يعني الا ما كنتيش بعت شي سلعه ما خرجتش لي فاكتور، ما دخلتش في الكونت كونتو ديال الشركه، ما كنخرجش تي في. والا عاود ثاني ما كانش عندي بينيفيس، يعني اصلا انا ما دخل لي لا فلوس انا ما عنديش بينيفيس، يعني بالتالي ما كنخلصش الياس. وبين قوسين راه كاين بعض المرات الناس تيكونوا خدامين ياك ولكن ما كيخلصوش الياس، علاش؟ لان تيكون عندهم لي شارج كثيره بزاف واخا تيكونوا خدامين. راه ما تيخلصوش الياس، علاش؟ لان كاين الشركات اللي تكون عندهم لي شارج. وبالتالي المهم هذا موضوع اخر، نقدروا نديروا فيديوهات اخرين ونشرحوا كل ضريبه ونشرحوها زعما مزيان. المهم دابا نحاولوا ندوزوا هاد الضرائب هذو بالزربه. كاين عندنا جوج ضرائب اخرين هما الكوتيزاسيون مينيمال. بالنسبه للكوتيزاسيون مينيمال معفي من المده ديال 3 سنين، ولكن من بعد 3 سنين واخا الشركه ما نخدم بها ما والو، يعني فريمون ما نخدم بها ما والو، غادي نخلص 3000 درهم. يعني اوبليجي عليا خصني نخلص 3000 درهم ديال الكوتيزاسيون مينيمال. والا ما خلصتهاش في الوقت راه كتولي بيناليتي ديال الروطار، يعني اوبليجي عليا نخلصها.
وكاين عندنا ضريبه اخرى عاوتاني معفيين منها 50، هي لا تاكس بروفيسيونيل. لا تاكس بروفيسيونيل اللي كنت نقولوا لها لا باتون. لا تاكس بروفيسيونيل معفيين منها المده ديال 50، من بعد 50 ياك راه كنخلصوا لا تاكس بروفيسيونيل. المهم هادو مجمل الضرائب اللي عندنا. بالنسبه للاخوان الى عنده شي استفسار يوضعوا لي في التعليقات.